يلا 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 يا عثمان، يلا يا جدعان على السكه كده يا جدعان، مش عندك يا جدعان. خليك معاك لغايه ما تخرج بره سنه معاك خليك معاك بره، خليك معاك امشي معاك بره، لان في جماهير واقفه بره. مش كده يا عم كده. هذا زي ما احنا شايفين تأثر الكابتن حسن والجهاز الفني واللاعبين، لأن معظم اللاعبين رفضوا التسجيل لكل الفضائيات. يمكن احنا كان لنا يعني نصيب ان احنا نسجل قبل المباراة أو بعد المباراة مع كابتن أحمد حسن والمرغني يعني وكابتن أحمد سليمان، وبالإضافة لفريق بتروجيت. قد تكون الفرحة أكبر عند فريق بتروجيت اللي اقتنص نقطة من أنياب نادي الزمالك، ولكن زي ما احنا شايفين قبل تحرك اتوبيس نادي الزمالك للقاهره، شايفين طبعا الوجوم والحزن الكبير على الكابتن حسن شحاته والكابتن احمد سليمان وكل باقي افراد الجهاز الفني لنادي الزمالك. طبعا جماهير نادي الزمالك خرجت بعد المباراه حزينه، في حين ان جماهير بتروجيت خرجت سعيده وفرحانه بالنقطه اللي حصلت عليها من نادي الزمالك. زي ما اتكلمنا عن حزن اتوبيس